فيه وجع محدش بيحكي عنه كتير، وجع إنك تبقى متعلق بحد مش شايفك زي ما أنت شايفه. التعلق مش بيبدأ فجأة، بيبدأ بهدوء، كلمة حلوة في وقت ضعف، اهتمام صغير وأنت محتاج، وجود شخص في لحظة كنت فيها تايه وفجأة الشخص ده يبقى ملجأك. والمشكلة مش في الحب، المشكلة إنك ربطت وجودك بوجوده. بقيت تصحى تبص على الموبايل مستني رسالة، تنام وإنت زعلان لو متكلمش، مزاجك طالع نازل على حسب قربه وبعده. وأسوأ حاجة إنك بتقنع نفسك إن ده طبيعي، إن ده حب. بس الشخص ده عمل حاجة بسيطة جدا، كان موجود. الوجود في وقت ضعف بيخلق وهم إن الشخص ده هو الأمان. ومن هنا تبدأ المشكلة، تبقى مش قادر تتخيل يومك من غيره، مش لأنه أحسن إنسان في الدنيا، لكن لأنك مش عايز ترجع للإحساس اللي كنت فيه قبل ما تعرفه. والشخص ده ممكن يكون عايش حياته عادي وإنت واقف مستني. هنا المشكلة مش في الشخص، في الصورة اللي رسمتها عنه في دماغك. وده أخطر نوع تعلق، لأنك مش متمسك بالشخص، أنت متمسك بالنسخة اللي كنت حاسسها وإنت معاه. والنسخة دي أنت اللي صنعتها مش هو. خليني أقول لك حاجة محدش بيحب يسمعها، لو الشخص ده اختفى فجأة أنت مش هتموت، أنت هتتوجع. والوجع ده مش نهايتك، بس دماغك بيضحك عليك ويقول لك من غيره مش هعرف أكمل. وده كذب. إحنا ما بنتعلقش بالشخص نفسه، إحنا بنتعلق بالوهم. وهم إنه هيكمل، وهم إنه مختلف، وهم إنه هيعوضك عن اللي فات، وهم إنه هيختارك في الآخر. وأكتر وهم مؤلم إنك فاكر إنك لو صبرت شوية كمان كل حاجة هتتصلح. بس خليني أقولك الحقيقة من غير تجميل، اللي عايزك مش هيخليك تحتار، مش هيخليك تشك، مش هيخليك تستنى. واللي سايبك متعلق مش محتاجك، هو بس مستمتع بوجودك على الرف. طيب لو انت دلوقتي مقتنع ان ده تعلق ومش عارف تبدأ منين، تعال أساعدك تفك التعلق. أول خطوة، اقطع التغذية. مش لازم بلوك، بس لازم توقف تزود النار بالبنزين. بطل تراقب، بطل تفتح بروفايله، بطل تفتح الشات كل شوية، بطل تسأل عليه. لأن كل مرة بتعمل كده انت بتقول لقلبك لسه فيه أمل، والأمل الكذاب أقسى من الفقد. ارحم قلبك اللي كل شوية بيتشد ويتساب. لو الشخص ده مش موجود في حياتك بشكل واضح، وجوده في موبايلك تعذيب. تاني خطوة، بطل تجمل الواقع. متفتكرش اللحظات الحلوة بس، افتكر كمان الإهمال، الغياب، المرة اللي احتاجته وما كانش موجود. العقل في التعلق بيعمل منتج حلو، بيشيل كل الوحش ويسيب مشهدين حلوين يعيدهم. اكسر المونتاج ده. التعلق بيخلينا نركز على أحلى 10% وننسى أقصى 90%. نفتكر الضحكة وننسى التجاهل، نفتكر أول اهتمام وننسى آخر خذلان. الحقيقة بتوجع بس بتفوق، الخيال بيريح بس بيكسر. ثالث خطوة، فهم الفراغ اللي جواك. اسمعني كويس هنا، انت ما تعلقتش عشان الشخص عبقري، ولا عشان هو نادر، ولا عشان ما فيش زيه. انت تعلقت عشان في فراغ، فراغ اهتمام، فراغ أمان، فراغ تقدير. وهو لمس الحتة دي حتى لو من غير قصد. لو ما فهمتش الفراغ ده هتطلع من شخص وتقع في غيره. نفس القصة بنفس الوجع بوشوش مختلفة. اسأل نفسك كنت محتاج ايه ولقيته معاه؟ اللي تجاوب عليه هو اللي محتاج يتبني جواك، مش عند حد. رابع خطوة، ارجع ابني حياتك. التعلق بيكبر لما حياتك تصغر، لما يبقى هو مركز يومك، تفكيرك، مزاجك. التعلق بيخليك تنسى نفسك، ذوقك، رأيك، حدودك. تلاقي نفسك بتوافق مش عشان مقتنع، عشان ما يمشيش. بتسكت مش عشان راضي، عشان خايف. هنا لازم ترجع خطوة ورا وتسأل، أنا قبل الشخص ده كنت مين؟ إيه اللي كان بيفرحك؟ إيه اللي كان مالي وقتك؟ إيه اللي كان مخليك حاسس بقيمتك؟ ارجع للحاجات اللي كنت بتعملها قبل ما يدخل حياتك، مش علشان تنساه، علشان تفتكر نفسك، علشان تفتكر أهدافك وأحلامك ونفسك اللي نسيتها لما تعلقت بيه. وأخيرا عايز أقولك إنك هتتخطى الشخص ده مش مرة واحدة، بس تدريجيا. بس أهم حاجة إنك متضعفش، خليك قوي. أنا مستر ستيك وأنا كنت معاك وهكون معاك دايما. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان نقدر نشوف بعض. ولو عجبتك الحلقة شاركها مع أي صديق واقع في نفس المشكلة، واكتب لي في التعليقات رأيك في الحلقة. ولو عايز موضوع معين نتكلم فيه الحلقة الجاية
أشوفك الحلقة الجاية يا صديقي.